السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا. النهاردة هنراجع للصف التاني الإعدادي. بس قبل ما راجع عايزة أقول إن الامتحانات بتاعت النهاردة كلها جت من ملزمة المراجعة بتاعتنا بتاعت سنة تانية، وكمان الفيديو الأولاني اللي راجعنا فيه عن الوحدة الأولانية الامتحان كله طلع منها. فأنا عايزاكم بقى تبقوا مركزين كويس جدا معايا في المراجعة دي وتركزوا يعني مش عايزاكم تخرجوا من الفيديو نهائي، عايزاكم تحفظوا كل اللي هقوله صم، كل اللي هقوله هو اللي هيجي وبس. يلا بقى كوباية الشاي بتاعتك كده الجميلة ويلا بينا عشان نبدأ. بس اهم حاجة تكونوا مركزين معايا. احنا هنتكلم عن بما تفسر بتاع الوحدة التانية. قال لي اول سؤال عندي، كل سؤال انا هقول انا مش حاطة الاسئلة المهمة فقط، الاسئلة المتوقعة للامتحان، يعني يا ريت تكونوا مركزين معايا. بالنسبة لي أول سؤال معانا هو: اكتفى المسلمون بشغل مناصب السياسية في مصر بعد فتحها عام 21 هجريا ل 641 ميلاديا. ليه هم اكتفوا بشغل المناصب السياسية؟ علشان يشرفوا على الإدارة بوجه عام، ليشرفوا على الإدارة بوجه عام. تاني سؤال معانا يا ولاد بيقول لي: قصر مدة حكم الولاة بمصر أثناء العصر العباسي الثاني بسبب ضعف خلفاء العصر العباسي. بسبب ضعف خلفاء العصر العباسي. طيب بعد كده بيقول لي: كان خليفة الدولة الإسلامية يتدخل أحيانا في اختيار صاحب الشرطة. احنا قلنا ان صاحب الشرطة ده قبل كده الراجل ده هو بيبقى نائب عن